بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب كده، وصحة وسعادة وراحة بال يا رب. اللهم صل على النبي. كده رحنا عند العطار نجيب شوية ايه، بهارات بقى وزبيب وجوز الهند وحاجات كده، يعني شوية حاجات على قدنا كده. فالحاجة اللي محطوطة على البنك كده قدامي اهي، دي تبعاني هو مطلعها. وكنت لسه واقفة بحاسب، لو تعرفوا الحساب طلع قد ايه في الاخر. هقول لكم بقى في الفيديو ان شاء الله، واحنا بنعمل البهارات مع بعض وبنعمل الدقة وبنجهز بقى ايه الحاجات بتاعتنا دي والبسبوسة جبت بسبوسة نوعين، بسبوسة من اللي هي الفرط دي، السميد دوت الفرط، وجبت بسبوسة من اللي هي الاكياس. مش خليت حاجة لما جبت. يلا، كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلب. احنا كده عند العطار واقفين لسه عنده اهوت. كنا بالليل، كنا بعد المغرب كده يعني. لا اله الا الله. جينا بقى هنا تاني يوم، طبعا اللحمه مولعه عليها تغلي، وبصفيها وبغير ميتها وبعمل لها ميه نظيفه او شوح. والغساله بقى كده اشتغلت اهيت ومظبطين الدنيا. ده معطر كده للملابس، بحط منه على الهدوم في العصاره كده اهو. او تخفيه بميه وتحطي برضو، يعني ممكن تخفيه شويه. اهو لازم تضيعيه كده من على الهدوم، تاخدي بس الريحه بتاعته. هنا بقى كنت رتبت الدنيا اهي، خليت الصالة كده بالأرج مع بعض زي الفل، ورتبت السراير عشان خدت اللي ايه لطقم اللي ما هيش نظيفة وكيس المخدات، وركبت طقم نظيفة وجبت الباقي يتغسل. فعشان كده بقى قمت مروقة من بدري، مش كان بدري ولا حاجة، الساعة 8 ونص كده. قبل ما اعمل اي حاجة واخش على المطبخ رتبت البيت الاول والسراير وكده. هنا واقفين على الشارع في البلكونة التانية بتاعتي، بتاعت اوضة النوم بتاعتي يعني. هنا ديت البطاطين والمخدات طلعتها، وخدت طقم السرير بالدفاية بكيس المخدات بكله عشان يتغسل. سبتهم كده على ما افرش طقم نضيف. طبعا هنا بقى دخلنا على الرز ابو شعريه، قلت احمر شويه شعريه كده نعمله رز من زمان، ما عملناش رز بشعريه يعني. لا اله الا الله. مين يا جماعه فرحان؟ اللي فرحان اللي رمضان قرب يقول لي. يعرفني كده ويكتب لي ويقول لي ان هو مبسوط ان رمضان جاي يوم الخميس. يا رب يخش على الناس كلها بالخير والسعد والهنا يا رب. دي كده كوسه، ودي اللحمه، وده الرز ابو شعريه. شويه كوسه بقى كانوا عسل بألف هنا. حبايب قلبي، ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتعلقوا لنا تعليقات جميلة. ودوت رز كده للكفتة، حوالي 3 كيلو رز مجهزاهم عشان اعملهم ايه كفتة. هنعملهم معاكم في فيديو لوحدهم بإذن الله. متنسوناش بقى باللايك والاشتراك، وتشاهدوا لنا كده الفيديوهات اللي ما يعرفش قناتنا بقى يا جماعة، قناة اوكا وايتن كده، وشجعونا بس شجعونا. احنا عايزين تشجيع لقدام. يلا يا حبايب قلب، واشوفكم في فيديو جديد على خير بإذن الله، ومع ألف سلام. استنونا بقى في فيديو الكفتة والبهارات مع ألف سلام.